من عقود يقبع في سجون الاحتلال المغربي العشرات من أبناء الصحراويين، بينهم نساء وحتى أطفال، بجرم واحد وفقط: المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير، ناهيك عن حالات اختطاف طالت العشرات أيضا منذ سبعينيات القرن الماضي، لا يعرف لهم اليوم اسم ولا رسم. عبد السلام عمر، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين: المئات من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختطاف، ولدينا أزيد من 400 حالة من المفقودين إلى يومنا هذا. هناك أيضا العشرات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون في وضعية خطيرة جدا، بممارسة التعذيب عليهم في ظروف مأساوية، بدون تقبل زيارات العائلات، محاكمة أحيانا بدون أدنى شروط لحالات الاعتقال، وفي ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. عوائل بعض هؤلاء السجناء يجدون صعوبة في زيارة ذويهم بسبب الشروط التعجيزية والعراقيل الإدارية التي يضعها المحتل. أم رباب، زوجة أحد سجناء ملحمة كديميزيك، محكوم عليه بالمؤبد. مدة الاعتقال كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي، كوني عندي مسؤولية الأبناء ومسؤولية الوالدين، لأني أنا نسكر مع والدي. هل الدولة المغربية تسهل لكم إجراءات زيارة تاع ما تسهل بصعوبة، ما نمشوا لا من فترة لفترة. جاوني أخواتي وعرقلوا لنا الزيارة، ما خلاوني، ودرت مظاهرة فم عند باب السجن، نعت لهم كل تحدي على أن احنا واخا ما تخلونا نزوروا. أنا ماني حاركة من هوني لما زرت وزاروا أولادي معايا، ونجبروا ياسر من الصعوبات. والزيارة منين تجي يعطوك القليل من الوقت، قليل، وما لو خلوك تدخلوا للماؤونة باش يتغداهم ولا شي ياكلوه، ما تدخل أي شيء. السيدة سكينة تعرضت للاختطاف من قبل المخزن ومكثت في سجونه المظلمة، لم ترى فيها النور، مجردة من اللباس ودون محاكمة. مختطفة سابقة لمدة 12 سنة على مرحلتين، نقطع عن تريكة صغار 4، الصغيرة منهم رضيعة عندها 15 أشهر. تخطى علينا ياسر من العذاب، ياسر ما يقدر يصدق، من بين BCC في العيون ومركز درب مولاي علي الشريف في الدار البيضاء. فوتنا فيهم شيء من التعذيب وشيء من سوء المعاملة وشيء من انعدام العلاج الطبي وانعدام الأحذية بدون ملابس. صلاح البصير، حالة أخرى من حالات الاختطافات القسرية المغربية.